فكر كده بقى بعد ما تمشي الناس هتقول عليك ايه؟ كان بخيل والناس بتكرهه، ولا كان كريم والناس كلها بتحبه؟ اكيد كلنا تعرضنا لمواقف اتعاملنا فيها مع الشخص البخيل. اعتقد ان كلنا عدى علينا في حياتنا حاجات زي كده. اكيد في ستات كتير ارتبطت برجالة فيها الصفة دي، بتبقى صعبة قوي. واكيد العكس، بس هو عادة الموضوع ده بيعاني منه الستات اكتر، لان الراجل هو اللي عليه النفقة. ايه بقى اغرب موقف واكتر موقف كوميدي كمان اتعرضت ليه مع الشخص البخيل ده؟ في فرق كبير جدا بين البخل والحرص. البخل مرض بيخلي الانسان دايما خايف من بكره ما يبقاش معاه فلوس، خايف انه يدي لاي حد اي حاجه لا اللي معاه ينقص. مواقف كتيره قوي يوميه بتحصل، بتبقى محيرانا هل اللي قدامنا ده شخص بخيل ولا شخص حريص. كل واحد بقى ليه وجهه نظر في هيصرف فلوسه ازاي، وايه هي اولوياته وايه هي ترتيباته. لكن من المواقف اللي بتتشاف دايما بشكل يومي هي اتنين مثلا بيتجوزوا ورايحين هيشتروا العفش بتاع بيتهم، اوضه النوم والسفره والانتريه وكل المفروشات اللي هتلزم البيت. لو انت شخص ميسور الحال وقادر تشتري سعادة اللي حواليك بان انت تحط حاجة زيادة او تضيف حاجة زيادة وبتيجي عليك شوية، دي بتبقى حاجة جميلة قوي منك. بس في ناس الحرص بتاعها بيبقى زيادة عن اللازم، بيخلي الطرف التاني يفهم ان الشخص ده بخيل ومش هينفع يكمل معاه. ومواقف بسيطة بتبان في طلب بسيط تطلبه العروسة من العريس زيادة، يعترض اعتراض شديد وكأنه لازم يحط حدود من الأول، وهي حدود ملهاش داعي. دي طلبات بسيطة كلها في الآخر لو هي في مقدورته يعني. على الناحية التانية بشوف ناس بتبالغ في طلباتها من الراجل لدرجة تخليه ان هو يفقد اعصابه، يقول لا ده كتير قوي عليا، ما اقدرش اعمل انا كل الكلام ده. دايما هنا بيحصل الكلاش بتاع الفرق ما بين البخيل والحريص. انا مع الحرص وكل حاجة ان انت تكون حريص ومرتب اولوياتك، لكن لو تقدر ان انت تعمل حاجة وفي مقدورتك ان انت تسعد اللي حواليك، ليه لا؟ بالعكس، ان انت تسعد اللي حواليك وتشتري سعادتك وسعادتهم بفلوس زيادة، ما يجراش اي حاجة. لو في حاجة هي نفسها فيها تجيبها لها، حاجة هتضيفها لبيتك. خصوصا في الاول في الحتة بتاعة الخطوبة دي الناس بتبقى سنسيتيف جدا وعليها ضغوط كبيرة من كل ناحية، ضغوط من الاهل من هنا وضغوط مادية من هنا، فالدنيا ما بتبقاش يعني ايه مستحملة قوي. المواقف دي بتتكرر بشكل يومي، وفي جوازات كتيرة بتبوظ بسبب ان في حاجات كتيرة بتتفهم غلط. نماذج البخل كتيرة، من ضمن الامثلة احد تجار الذهب والفضة المشهورين اللي كان من كتر الفلوس بيملى الدواليب بتاعة بيته، وبيحط الفلوس كمان في المرتبة اللي بينام عليها، ويحط المفتاح بتاع الدولاب تحت المخدة بتاعته، ومش عايز يصرف ويدي لأي حد أي حاجة. لما مات ولاده دخلوا عليه فتحوا الدولاب ولقوا يعني ما شاء الله الدواليب مليانة مبالغ مالية نقدية كتيرة. بس هو راح فين؟ هو ولا متع نفسه ولا متع ولاده ولا متع أي حد حواليه. وسيرته بعد ما مات بقى، يعني اي حد بخيل بس مش بس بيواجه في الدنيا ان الناس بتبقى عارفاه وتبعد عنه، لا ده سيرته بعد الموت كمان بتبقى لوقت طويل بقى، ده فلان ده كان بخيل الله يرحمه بقى. يمكن كمان احد المذيعات الشهيرات يعني حكت قصة عن شخص هي ارتبطت بيه، ففي فترة الخطوبة خرجوا مع بعض عشان هيتغدوا، فاتفاجئت بيه بيقول لها هو اصلا انا مش جعان قوي، فانا هطلب طبق واحد ممكن تاكلي معايا منه. يعني هو فكر في نفسه بس ان هو مش جعان قوي، واللي هيتبقى منه هي ممكن تاكل معاه. زي ما في عندنا حاتم الطائي رمز الكرم، في عندنا عبد العزيز البخيل احد اغنى اغنياء اسكندريه في اوائل القرن العشرين، اراضي وعقارات، ما كانش يصرف على نفسه ولا على اهل بيته اي حاجه، لدرجه ان ابنه لما تعب مرضيش يعالج ابنه مات. الراجل بعد ابنه مات دخل في حاله هستيريه بتجنن، فكانت النتيجه بعد البخل انه خسر كل حاجه. يعني هو بس البخل مش في الفلوس او في الاكل، هو البخل انه مش عايز يشارك حد حاجه معاه. ولكن في الاول وفي الاخر الشخص البخيل ده اللي يستخسر في نفسه ويستخسر في غيره، فده البعد عنه غنيمه. لانه عاده البخيل ما بيبقاش بس بخيل في فلوسه، ده بيبقى بخيل في مشاعره، بخيل في كلامه، بخيل في علاقاته الاجتماعيه، مش عايز يدي لاي حد اي حاجه، بيتعب نفسه وبيتعب اللي حواليه.
فالبعد عنه غنيمة. ربنا ما يكتب علينا نكون مع أي حد بخيل أبدا يا رب. اللي لازم كلنا نكون متأكدين منه وشايفينه وعارفينه إن البخل ده مش حرص. الحرص ده في حتة تانية خالص. البخل ده مرض، ربنا يكفينا شره. مرض بيتعب صاحبه وبيتعب اللي حواليه. هو ولا عايز يدي حاجة لنفسه ولا للي حواليه. مش بس كده، ده بيسيب سيرة كمان بعد ما بيموت لوقت بقى الله أعلم بيه. فلو انتوا تعرضتوا لحاجة زي كده يا ريت تكتبوا لي وتقولوا لي في الكومنتس. هشوفكم دايما على خير. سلام عليكم.